مفيش حد غريب قدر يدخل نجع التربان وقدر يقعد فيه لحد الليل، لأن النجع ده وراه 1000 قصة والرواية تشيب الشعر. بس أنا جات لي فرصة إني أروح هناك لأول مرة، وسمعت وشفت بعيني حاجات شيبت شعري في أول ليلة قضيتها هناك. بس اللي حصل لي بقى في النهاية كان هو السبب في إني أجي النهاردة وأحكي لكم قصتي لما رحت نجع التربان أنا وأصحابي. وعلشان أقدر أبدأ إن أنا أحكي لكم فأنا لازم أقول لكم مسا عليكم وأهلا بيكم يا مروقين في سهرة الخميس. عاملين إيه؟ بخير؟ كويسين يعني؟ جمد لي قلبك يا ولا يا روقة منك ليها، علشان هحكي قصتي دي بكل التفاصيل بتاعتها المرعبة. قصتي اللي حصلت في مكان أنت عمرك ما سمعت عنه قبل كده. بس وجب التنبيه إن السهرة دي معمولة للاستمتاع فقط وليس للتقليد. محدش يفكر يقلدنا في أي حاجة أنا بحكيها. كل اللي مطلوب منك تعمل لنا طقوس الاستمتاع بسهرتنا وبس، قهوتنا المظبوط، ونروح في ركن هادي منعزل ونطفي فيه النور، ونحط السماعات في ودننا، وننزل نعمل لايك بصباعنا الصغير ده على الفيديو تحت. وطبعا خليني أفكركم بالتحدي بتاع كل سهرة، واللي هو عبارة عن اللي هيعرف يكتشف الحاجة دي ظهرت امتى ورايا في السهرة واحنا شغالين بنتكلم. ولو عرفت تطلع البتاع دي ظهرت امتى في وسط السهرة فالكومنت بتاعك هيظهر معانا في السهرة الجاية زي الكومنتات اللي ظهرت قصادكم دي، لان دول هم المروقين المركزين في السهرة اللي فاتت اللي عرفوا يطلعوها. الأهم دلوقتي خلينا نبدأ سهرتنا المرعبة، بس قبلها كده لازم ناخد نفس عميق وما نحاولش طول السهرة نبص حوالينا في الأوضة نهائيا. بسم الله فلنبدأ. اسمع يا عم روقة، شهر 2 اللي فات يعني في عز الشتاء حرفيا ركبنا عربية تويوتا واتحركنا احنا الأربعة في العصرية، أنا وقرايبي الاتنين أبو الحسن وهوبة، وكان معانا مروان صاحبنا. وكنا رايحين يومها مع مروان لوالده وعم حمدي علشان يزوره، لأن والده معزول عنهم لظروف خاصة وقعد لوحده في بيت متواجد جوه النجع اسمه نجع التربان في الصعيد. النجع ده عبارة عن مكان بيتواجد فيه عيلة أو عيلتين كبار وبس. مسافة الطريق لنجع التربان يومها كانت طويلة شوية، لأن النجع ده بالذات محذوف وسط الجبل. الأهم إن احنا وصلنا في العصرية، وتعالى بقى أحكي لك على لحظة وصلنا. سواق عربية التويوتا نزلنا على دخلة النجع من بره، ولما سألت مروان صاحبي ليه السواق ما دخلش بينا جوه أكتر وقرب علينا المسافة، قال لي جملة غريبة قوي: مفيش عربيات بتدخل النجع عندنا هنا خالص. الأهم إننا حاسبنا السواق وابتدينا نمشي. دي كانت أول مرة نيجي مع مروان هنا في النجع ده. هو جالنا وقال لنا تعالى نروح مع بعضينا كده عند والدي نقعد معاه ونغير جو شوية، يعني لحد المغربية مش أكتر، وبعدها هنروح بيوتنا. وقال لنا كمان إن الدنيا هناك في نجع التربان هتعجبنا قوي، فلذلك ده كان سبب مروحنا معاه، مجرد تغيير جو مش أكتر. الأهم وإحنا ماشيين في النجع كنت ملاحظ شيء غريب قوي: الشوارع بتاعته كانت فاضية شوية، مفيش عيال بتلعب كتير ولا ناس رايحة وجاية، والسكون كان مسيطر على الشوارع نوعا ما، وده كان غريب بالنسبة لي. لذلك أنا طبيعي سألت مروان على الكلام ده، وقال لي إن معظم الناس هنا ساب بيوتهم في النجع. ولما سألته على السبب قال لي عادي، مفيش حد حابب يقعد هنا. فأنا وقتها كنت مستغرب الصراحة، المكان هنا باين عليه إنه مريح ولذيذ، ليه بقى معظم الناس سابت بيوتها وأراضيها ومشيت؟ سؤال ما كانش ليه إجابة عندي وقتها، ولكني ما اهتمتش وكملنا مشي. وفي وسط ما احنا كنا ماشيين يا عم روقة كان عمنا مروان عمال يشاور على البيوت حوالينا واحنا ماشيين، وبيقول ده بيت عم فلان وده بيت عمتي فلانة ومش عارف ايه ومش عارف ايه. النجع هنا رجالة بتاع عيلتنا وبس. وفضل يفخم في نفسه وفي عيلته طول ما هو ماشي، لحد ما جت لحظة كده وكان في راجل كبير في السن قاعد قصاد بيته على دكة خشب. مروان وقفنا قصاده وقال لنا تعالوا رجالة خليكم تسلموا على عم حسن الكبير. وقام رايح ناحية الراجل ده هو قاعد في حاله وداخل عليه بغشومية كده: وازيك يا عمي؟ وقام ميل على ايده وحبها كده بعشم والدنيا حلوه. قام الراجل الكبير ده في لحظتها مناول مروان على وشه قلم مخبرين وشخط فيه كده وقال له: انت مين يا جدع انت؟ مروان في لحظتها قال له: يا جرايه يا عمي، انا مروان ابن اخوك حمدي. فالراجل ده في نفس اللحظه قام مناوله على خده التاني قلم نفس القلم اللي فات وقال له: قطيعه تقطعك انت وابوك غور من هنا. وقتها ابو الحسن قام
قام سحب مروان من ايده كده وقال له يلا نمشي، وكملنا وقتها ماشي في النجع. وسط ما كان مروان بيقول لنا معلش يا رجاله، عم حسن بس ذكرته شويه بعافيه فمش فاكرني يعني، خدوا بالكم لو كان افتكرني كان عمل معاكم احلى واجب. فهوبا في لحظتها قال له لا ما هو واضح يا معلم الواجب على وشك يعني. وكملنا طريقنا يومها واحنا بنضحك عليه، وفضلنا مكملين لحد ما جت لحظه وابتدت رجلي تهدي واحنا ماشيين، وكنت ببص لابو الحسن وهوبا وانا مستغرب، لاننا في اللحظه دي ابتدينا نلاحظ ان الجزء اللي احنا ماشيين فيه ده من النجع بيوته كانت قديمه مختلفه حبتين ثلاثه. ولما سالنا مروان عن الموضوع ده قال لنا ان دي اول بيوت اتبنت هنا في نجع التربان، فطبيعي رجاله تكون شكلها كده. ومن بعدها قال لنا عامه احنا خلاص قربنا نوصل من البيت اللي ابويا قاعد فيه، وفضلنا ماشيين معاه لحد ما جينا عند شارع كبير كده قوي وواسع، وقال لنا هو ده شارعنا والبيت بتاعنا على الاخر الشارع ده، واتحرك قصادنا وهو بيرحب بينا. ولكن في اللحظه دي انا عيني ابتدت تروح جنبي واحنا ماشيين في الشارع ده في سور طويل ومتهالك قوي وبان عليه انه قديم جدا. السور ده ممتد لنص الشارع اللي احنا كنا ماشيين فيه، فانا كنت مستغرب السور اللي اكيد محاوط مكان من جوه غريب وقديم، فقمت سائل مروان عليه وقلت له هو السور ده بتاع ايه يا اسطى؟ فمروان في لحظتها قال لي فين ده؟ فقام باصص كده جنبه وقام قايل لي هو انت تقصد مدرسة البنات؟ قلت له مدرسة البنات؟ مدرسة بنات ايه؟ ده السور بيقول انه ده مكان مهجور. فمروان قال لي ما هي مدرسة البنات مهجورة فعلا. فانا بصيت لهوبا كده وابو الحسن وكملنا ماشي احنا التلاتة واحنا بنبص على السور بتاع مدرسة البنات دي اللي كان متغطي معظمه واحنا ماشيين بالشجر. وفضلنا ماشيين وماشيين لحد ما مروان قال لنا احنا وصلنا رجالة. فرفعت عيني كده وبصيت وخير اللهم اجعله خير مروقين، انا قلبي اتقبض من شكل ومعالم البيت من بره. بيت كبير وقديم قوي قوي حرفيا. مروان فتحه قصادنا ودخل وهو بيقول لنا تعالوا اتفضلوا يا رجاله. دخل هوبا اول واحد فينا لجوه، ولكن هوبا مجرد ما دخل لقينا اتلفت علينا كده لبره بنظره غريبه، فقمنا متحركين ودخلنا انا وبالحسن وراه. الله يا ديني على الإحساس، مجرد ما رجلي عتبت مدخل البيت حسيت إن في حجر كبير اتحط على قلبي. المكان من جوه مقبض ومرعب أكتر من بره بكتير. الأرضية بتاعته من الطين، ولكن البيت من جوه كمان كان عامل زي المتاهة، مليان طرقات وأوض كتيرة جدا. وحرفيا يا عم روقة مفيش مصدر جوه للضوء غير ضوء ربنا اللي جاي من الشبابيك والسطوح. وريحة المكان كانت ريحتها ريحة الرطوبة بتاعت التربة اللي تحتنا. انا مش متخيل ان في بني ادم عايش هنا لوحده. احساس القبضه في القلب كان متملك مننا احنا التلاتة. كنا واقفين في مدخل البيت وبنبص لبعض لحد ما مروان قال لنا معلش يا رجاله البيت مش قد المقام انا عارف. فابو الحسن قام قايل له لا يا راجل مش قد المقام ايه، ما تقولش كده دي مبوله يا عم. فمروان في لحظتها قال لنا طب يلا طيب خشوا معايا تعالوا اتفضلوا في المنظره. وقام سحبنا كده ودخلنا جوه اوضه وقعدنا. الاوضه دي كانت مليانه كراكيب وعفش وفيها كام دكه خشب مطربين. نفضهم مروان وقتها من التراب ده وعمانا كلنا وقال لنا اتفضلوا ريحوا يا رجاله وانا هروح اطلع صح ابويا. فقعدنا احنا التلاتة وابتدينا كده نحكي مع بعضينا بصوت واطي عن البيت. ما حدش فينا كان نفسيا يعني من جواه مرتاح واحنا قاعدين، لحد ما رجع من بعدها مروان وقعد معانا وقال لنا ان هو صح ابوه وقال له ان هو هياخد دش وهيجي لنا، وقال له كمان ما تعمل لهمش شاي لحد ما اجيله علشان هنشرب شاي على الحطب. فهو في اللحظه دي قال له طب سيبك بس من الحطب والشاي دلوقتي، هو ايه المكان ده اللي ابوك قاعد فيه لوحده؟ احنا قلبنا مقبوض يا اسطى. مروان في لحظتها قام قايل له عادي لازم تتعود يا هوبا لاني برضو كنت زيك كده في الاول. امال تعمل ايه لو بت هنا في الليل؟ فهوبا قام قايل له هيحصل ايه يعني؟ مروان وقتها ضحك وقام قايل له يا هوبا انا عمر ما بت في البيت ده غير ليله واحده بس، وكان معايا وقتها اخواتي الكبار التلاتة، واقسم لك بالله ما في حد فينا نام الليله دي ولا كنا عارفين حتى نطلع ندخل الحمام. كنا حابسين نفسنا في اوضه واحده وقاعدين خايفين. فانا وقتها قمت قايل له ده ليه السبب يعني مروان مش فاهم. فمروان في لحظتها بص لي كده وقال لي بص اعمل له انا مش هكدب عليك، البيت ده مليان بلاوي وابويا هنا عايش وسطهم لا يبالي تماما. فبقعد كده معاه لما يجي وهو يحكي لك لان هو بيحب الحكاوي دي قوي. في اللحظه دي مروقين سمعنا صوت حد بينده من بره على مروان، ما كناش عارفين ده صوت
صوت جرار زراعي ولا صوت بني ادم، بس الحيطان والكنب اللي كنا قاعدين عليه وقتها اتهز بسبب صوته. ولما مروان رد عليه بصوت عالي وقال له تعالى يا حاج اتفضل، لقينا في لحظتها باب الاوضه اتفتح علينا ودخل شخص طول بعرض بسم الله ما شاء الله. عارف اشرف بتاع مسلسل كبير؟ اهو هو كان شبهه، وكان لابس جلابيه بني. دخل علينا كده بابتسامه عريضه على وشه وقرب مننا كده وهو بيكلمنا بصوته الغليظ يا مرحب بالوجوه الجديده، وابتدى يسلم علينا واحد ورا التاني، حرفيا كف ايده ده ممكن يحضنك بيه. خلص سلام ومن بعدها قام قايل لمروان هروح اصلي العصر علشان المغرب وجب خلاص، وانت هات الشباب والعده واطلعوا اقعدوا بره قصاد الدار. وسابنا وقتها عمنا اشرف، قصدي عمنا حمدي، وطلع لبره. ومجرد ما خرج كده فانا بصيت لمروان وقلت له هي عده ايه اللي ابوك عايزها؟ فابو الحسن في اللحظه دي قال لي اكيد الدرع والسيف بتوعه، ما هو ده مستحيل يكون شخص عادي. فمروان في اللحظه دي قام قايل له لا يا زرجف، هو يقصد عده المعسل والشاي بتوعه، ابويا كده شكله حبكم وهيروق عليكم، بس تقريبا كده فيها بيات الليله، لانه طالما حبكم يبقى لازم تناموا معاه. وقتها هو بص له كده وقال له ننام معاه. مروان في لحظتها قام ردد عليه وقال له قصدي في البيت يعني علشان نونسه، وده شرف مش اي حد بينوله. وقام في لحظتها مروان وهو بيقول لنا يلا هاتوا الدكه الخشب دي وطلعوها سوا لبره في الشارع، وسابنا وطلع يجيب لابوه العده. فانا بصيت للعيال وقتها كده وقلت لهم ده بيقول لنا انها فيها بيات هنا يا رجاله. فهو في اللحظه دي قال لي بص اعمل له انا قلبي مقبوض من البيت، بس بيني وبينك انا بحب الاجواء دي. ابو الحسن قام قايل له مفيش حد فينا ما بيحبش الاجواء دي يا هوبا، بس احنا دلوقتي خوفنا ما بقاش من البيت، احنا خوفنا بقى من عمك حمدي نفسه. فضحكت وقتها وقلت لهم يلا طيب بدل ما يسمعنا خلينا نطلع الدكه دي بره قصاد البيت في الشارع. وقمنا من مكاننا احنا الثلاثه ورحنا في اتجاه الكنبه دي. كانت كنبه خشب قديمه كده مركونه على جنب. في اللحظه دي ابو الحسن واحنا رايحين قام قايل لنا اسندوا ظهركم انتوا بس، هو انا بدفع اشتراك الجيم ليه يعني؟ ما هو علشان اللحظات دي. وبدا يروح ناحيه الكنبه الخشب دي وقام شديدها. في لحظتها احنا سمعنا صوت ما عرفناش انا وهو نحدده الصراحه، هل الصوت ده كان خارج من الدكه الخشب دي ولا من ابو الحسن نفسه؟ ولكننا رحنا معاه وابتدينا نشد معاه وقلنا بسم الله وشدناها احنا الثلاثه، علشان في لحظتها لقيت هوبا ساب الدكه من ايده وهو بيصرخ وبيقول تعبان يا جدعان. انا جسمي اتلج في لحظتها وانا بجري لورا، لاني شفت بعيني تعبان فعلا، كان شكله مرعب حرفيا، لون جلده اسود وكان طويل قوي. خرج جري من تحت الكنبه مجرد ما حركناها. يا نهار ازرق على الرعب. مروان في اللحظه دي دخل على صوت هوبا وهو بيقول لنا في ايه؟ فانا قلت له ايه يا اسطى البيت ده احنا لقينا تعبان تحت الكنبه. مروان في لحظتها قام باصص لنا كده من فوق لتحت وقال لنا يا جدعان انتوا خضتوني، انا قلت في حاجه. وقتها سمعنا عم حمدي من بره بينده وبيقول لنا هو في ايه؟ فمروان في اللحظه دي قام باصص لنا كده وقال لنا يلا شدوا الدكه دي وطلعوها لبره بسرعه، علشان ابويا لو جه وعارف انكم خايفين من حته تعبان على الطلاله هيطخكم عيارين. وقام سايبنا في اللحظه دي ومشي. فانا والعيال كده بكل خوف واحنا بنبص تحت رجلينا ابتدينا نشد الدكه وطلعناها قصاد البيت بره في الشارع، وفضلنا واقفين واحنا عمالين نحكي مع بعض لحد ما جه مروان من جوه بعده الشاي والمعس وحطهم كده على جنب. بعد كده قام قايل لنا حد منكم يجي معايا يا رجاله نروح كده نجيب حتتين خشب علشان نولع فيهم النار. فانا وقتها قلت له تعالى روح معاك انا. فقال لي يلا يا عم بينا. وابتدينا انا وهو نتحرك من قصاد البيت وفضلنا ماشيين لحد نهايه الشارع بتاعهم. فانا قمت قايل له احنا هنجيب الخشب منين يا مروان؟ قال لي تعالى بس كده وما تشغلش بالك. فكملت معاه وانا ساكت لحد ما فجاه لقيته بيقرب من السور بتاع مدرسه البنات وهو بيقول لي احنا هنجيب الخشب من هنا. فانا قمت قايل له هنا ازاي مش فاهم، هو انت هتدخلنا جوه؟ فبص لي كده وقال لي امال من بره يعني. وقام في اللحظه دي متشعلع على السور بتاع المدرسه وهو بيقول لي يلا تعالى ورايا. وانا وقتها كنت ببص كده ومبلم لحد ما هو طلع فوق على السور وقال لي ايه يا ابني وانت هتفضل واقف عندك؟ فانا في اللحظه دي بالراحه ابتديت امسك في جذع الشجره كده وقمت متشعلع عليه وطلعت فوق السور. اوبا هو ايه المكان ده؟ مروان في اللحظه دي قال لي ما تركز، هنخش جوه نجيب حتتين الخشب من ادراج الفصول وهنطلع. فانا بصيت له كده وقلت له انت متعود بقى؟ قال لي اوه ده احلى خشب، هو خشب الادراج بتاعت الفصول هنا، خشب كده زان على ابوه. قلت له طب يلا يا عم النجار ينزل. فمروان في اللحظه دي بص لي كده وقال لي توكلنا على الله، وقام في وقتها ناطط لتحت. وانا بصيت في اللحظه دي قصادي وانا واقف على السور. يا نهار رعب بجد مروين، المكان ده مش مهجور بس، ده
مرعب بغباء، مليان شجر وفي صوت غربان كتير. وحوش المدرسة مليان زبالة وتراب، وفي كذا مبنى جوه المدرسة دي من دور او دورين تقريبا. شكل المكان يقبض القلب. مروان في اللحظة دي كان نزل خلاص جوه حوش المدرسة، وهو عمال يقول لي يلا شاهل شوية علشان المغرب أذن، خلينا نمشي من هنا أوام. فأنا ابتديت أنزل من على السور كده بالراحة، ولكن فجأة رجلي فلتت وقمت واقع. مروان في اللحظة دي قام جاي ناحيتي الجري وهو بيقول لي في ايه مالك، ايه ده مش تخلي بالك. فأنا وقتها بدأت أقول له ايه ده مفيش حاجة، خير أنا كويس. بس وانا بقول له الجملة دي انا سمعت صوت جاي من جوه المدرسة، فاتلفت كده وانا بقول لمروان انت سمعت الصوت ده؟ مروان وقتها قام قايل لي يلا قوم وما تشغلش بالك، خلينا كده نجيب حتتين الخشب ونطلع، علشان طالما المغرب أذن فاحنا وجودنا انا وانت هنا ممكن يأذينا. وشدني وقتها من على الارض وابتدينا نتحرك جوه المدرسة. يا ربي على الاحساس اللي انا كنت حاسه، لا شعور تقيل قوي بجد. مروان فضلت ماشي كده ورا مروان لحد ما جت لحظة وقال لنا تعالى نخش الطرقة دي ونشوف الفصول دي، وسحبني ودخلنا طرقة صغيرة كده مليانة فصول كتير. وقام قرب من اول فصل فيهم وزق الباب بتاعه، دخل كده وهو بيقول بسم الله الحفيظ، وابتدى يتلفت حواليه في المكان. ومن بعدها دخل لجوه وهو بيقول لي تعالى ساعدني. فانا قمت داخل الفصل وراه، الادراج كلها مقلوبه فوق بعضها والتراب مغطيهم، والسبوره كان عليها كلام كتير بالطباشير وورق وكتب مرميين على الارض. بدانا نروح انا ومروان على درج كده كان مكسور وابتدينا نخلع فيه، وقال لي من بعدها يلا كفايه علينا دول، خلينا نمشي من هنا. ومن بعدها اتحركنا لبره الفصل. ولكن لحظة ما كنا خارجين من الطرقة بتاعت الفصل ده سمعت صوت ورايا، اتلفت كده ورايا في الطرقة ما لقيتش اي حاجة، ولكن جسمي كان مقشعر قوي وقتها من كتر الخوف. فمديت ورا مروان بسرعة وانا بقول له يا اسطى المدرسة دي مش طبيعية. مروان قام قايل لي مش وقته، اجل الكلام لما نطلع من هنا، وراح ناحية السور وشبك لي ايده وقال لي يلا اطلع. فطلعت وقتها على السور لفوق، وابتدى مروان يناولني الخشب اللي خدناه من الفصل، ومن بعدها مدل لي ايده وشديته وطلع. وقفنا انا وهو على السور، ومروان في اللحظة دي ابتدى يرمي الخشب اللي اخدناه من جوه في الشارع ونط بره على طول. بس انا فضلت واقف مكاني على السور، وابتديت ان انا الف وشي ورايا وبصيت على المدرسة تاني بتركيز شديد قوي، لحد ما سمعت مروان بيقول لي يلا انزل يا ابني انت هتفضل واقف عندك. فبصيت له في اللحظة دي وابتديت ان انا انط في الشارع. ورجعنا من بعدها عنده في البيت، لقينا ابو الحسن وهوبا كانوا قاعدين مع عم حمدي. اول ما رحنا ناحيتهم لقيت ابو الحسن بيقول لنا انتوا اخرتوا كده ليه؟ فهوبا قام قايم من مكانه كده وقال له مش هو ده المهم دلوقتي، الاهم هو ماله ملواني وش مخطوف كده ليه؟ فانا وقتها قمت قايل له لا ابدا مفيش حاجه، وابتديت ان انا اسيبهم علشان اروح احط الخشب على جنب. ولكن انا لمحت نظره عم حمدي وهو قاعد باصص لي، كان ماسك حجر معسل وبيظبط فيه، ولكن كان مركز معايا قوي. بس انا ما اهتمتش ورحت حطيت الخشب على جنب، وابتدى مروان يولع النار. والليل حل واحنا قاعدين قصادها بنتدفى من البرد وسط سكون شديد من المنطقه اللي احنا قاعدين فيها. ابتدى عم حمدي يتعرف علينا واحد واحد، وبعد كلام وتعارف متبادل بينا واحنا قاعدين قصاد النار وبنشرب الشاي، ابتدى عم حمدي يقول لنا حاسس كده ان الاجواء دي عجباكم. فابو الحسن قام ردد عليه وقال له امال يا عم حمدي احنا بنعشق الاماكن الهاديه اللي زي دي. فهو في اللحظه دي قام مايل عليا كده ووشوشني بصوت واطي وقال لي اماكن هاديه ايه اللي بيقول عليها ابو الحسن ده؟ انا قاعد وسطكم وهعملها على روحي. فانا وقتها قمت قايل له وطي صوتك واسكت علشان عمك حمدي لو سمعك هيقعدك على النار دي. في اللحظه دي لمحت عم حمدي باصص لنا انا وهوبا مبتسم، وفجاه كده قام قايل لنا في حاجه ولا ايه؟ فانا ضحكت كده وقلت له لا ابدا مفيش اي حاجه، ده هوبا بس بيقول لي ان الاجواء حلوه هنا وعجباه. فلقيت عم حمدي قام مركز معايا كده وباصص له بيقول لي انا قصدي عليك انت، وشك مخطوف ليه كده من وقت ما رجعت انت والنطع ولدي ده. فانا وقتها بصيت لمروان كده قلت له لا انا تمام والله مفيش حاجه. اما مروان مسحوب من لسانه في اللحظه دي وقال له مفيش حاجه يا حاج والله، بس هو ملواني مش متعود على الاجواء بتاعتنا في النجم، ولما دخل معايا مدرسه البنات اتهز شويه من جوه. عم حمدي في اللحظه دي برق له كده وبص له وقال هو انت دخلته مدرسه البنات؟ كيف تروح المطرح ده من غير ما تقول لي؟ انا مش منبه عليك مليون مره ما تجربش من المدعوكه دي. وقتها انا لقيت مروان سكت وعم حمدي
حمدي ووشه قلب قوي. فانا وقتها قمت قايله كده بتردد خلاص يا عم حمدي مفيش حاجه، خير اللي حصل عادي. عم حمدي في اللحظه دي قام ماسك المعسل بتاعه واخد منه نفس وقام باصص لي كده بجنب عينه وسكت شويه. فانا قطمت من بعدها بعد النظره دي لان خفت منه الصراحه، وفضلت ساكت وانا قاعد ببص لهوبا وبالحسن اللي عينيهم هما الاتنين كانت مليانه فضول من وقت ما السيره اتفتحت، لانهم مش فاهمين ايه اللي حصل يعني لما دخلت انا ومروان مدرسه البنات وليه عم حمدي قفش علينا كده. ووقتها واحنا قاعدين لقيت ابو الحسن بدا يميل على مروان كده وقال له بصوت خافت: هي المدرسه اللي انتوا رحتوها دي مالها مروان؟ وانتوا برضو حصل لكم حاجه هناك ولا ايه؟ فمروان في اللحظه دي بصوت خافت قام قايل له اسكت دلوقتي علشان ابويا ما يولعش فينا، لانه مش بيحب ان انا ادخلها ولا اقرب لها حتى. فابو الحسن سكت وقتها والقعده هديت قوي قوي، ما كنتش تسمع بودنا غير صوت الحجر بتاع عم حمدي وبس، وسط ما احنا كنا برضو قاعدين قصاد النار وبنتدفى فيها واحنا ساكتين، والشارع كله حوالينا هادي وعتمه كحل. بعد لحظات من الهدوء والسكون ده ابتدى مروان يكسر الصمت وقال لابوه: معلش حقك عليا يا حاج، انا مش هقرب من مدرسه البنات تاني، انا دخلت بس مش اكتر علشان اجيب الخشب. عم حمدي في اللحظه دي بص له كده من فوق لتحت وسكت، ومن بعدها دور وشه علينا احنا التلاتة كده وقال لنا: خير ان شاء الله، ساكتين ليه؟ قاعدين في ميتة ولا حاجة؟ فانا ضحكت وقتها وقلت له: لا يا عم حمدي احنا بس مستمتعين لان الهدوء هنا جميل قوي. فلقيته قام مبتسم كده وقال لي: الهدوء هو اللي حلو برضه، ولا انت ساكت وهادي عشان عقلك سرحان في اللي شفته جوه المدعوكة؟ قلت له: لا ابدا والله انا مش بفكر في اي حاجة. لقيته باصص لي كده وقال: طيب اسمع يا واد منك ليه، علشان اللي باين على وشوشكم وانتوا ساكتين ان عقولكم سايقها الفضول وهتفضلوا قاعدين تهروا وتاكلوا في نفسيكم، فانا هريحكم وهحكي لكم، بس يا رب الكلام اللي هحكيه ده يكون كفيل انه يرضي فضولكم. وقام وقتها مروين سايب حجر المعسل من ايده واتعادل علينا ووصل لنا احنا التلاتة وابتدى يقول: النجع ده ملك جدودنا، جم وعمروا وبنوا بيوتهم، والبيت اللي احنا قاعدين قصاده دلوقتي واحد من اقدم بيوت النجع، لان دي اول منطقة في النجع يتبني على ارضها بيوت، ومع مرور الزمن كبر نسلنا والشباب ابتدت تطلع تتعلم بره النجع، والبنات ابتدت تغير وتقول مش معنى احنا ما نتعلموش. فقررنا ان احنا نبني لهم مدرسة مخصوص ليهم في النجع هنا، لاننا ما عندناش بنات تتغرب بره بيوتهم. ومرت الايام والسنين لحد ما جه يوم كبيس علينا، يوم سمعنا فيه زيطة ودوشة في النجع بره، ولما خرجنا من دارنا ونشوف فيه ايه لقينا الناس عتقول ان في طالبة من مدرسة البنات رمت نفسها من على سطوح المدرسة، والسبب لا يعلم إلا الله. واتقفلت المدرسة دي من بعدها لمدة 3 شهور، ومن بعدها بشهور رجعت الدراسة فيها تاني. ولكن اللي حصل قبل كده اتكرر تاني، بس المرة دي كان انتحار جماعي ل5 بنات مرة واحدة، وماتوا بنفس الطريقة البشعة. الموضوع سمع في نواحي النجوع كليتها، والحكومة دخلت نجع التربان لأول مرة عشان يحققوا في اللي حصل ده، ولكنهم ما وصلوش لأي إجابة. واتقفلت مدرسة البنات من بعدها للأبد، وبقت مهجورة ولا حد هيقرب لها ولا هيفتحها، لأن برغم إن الحكومة ما وصلتش لأي إجابة لحوادث انتحار البنات دول، إلا إن أهل النجع هنا كانوا عارفين الإجابة زين، لكنهم ما كانوش يقدروا يتكلموا واصل علشان كانوا مدركين إن ده فعلهم هم أهل التراب اللي مدرسة البنات اتبنت فوقيها، التراب اللي جدودنا لما وصلوا النجع هنا لقيوها بهيئتها المتهالكة والقديمة ومليانة بالجتت، بس جدودنا ما قدروش يعرفوا أصل التراب دي كانت لمين. ومع مرور الزمن التراب دي اتدفنت تحت التراب واتبنت فوقيها مدرسة البنات، ومن بعدها البيوت اللي حوالينا دي بما فيهم بيتنا احنا. وهي دي يا ولدي منك ليه الإجابة اللي أهل النجع هنا خبرينها، إن أصحاب التراب دول هم السبب ورا اللي حصل في مدرسة البنات، وأرواحهم بقت حوالينا وتملكوا بيوتنا كمان، وبقى كل اللي في النجع بيسيب داره وأرضه وبيرحل، لأن من الواضح كده إن أرض النجع كليتها كانت في الأساس تراب، بس ما كانش حد يعرف لأنها أكيد معظمها اتدفن من زمن الزمن. وهي دي يا ولدي منك ليه حكاية مدرسة البنات. يا رب أكون قدرت أرضي فضولكم. وقام عم حمدي من بعدها هو بياخد نفسه وبيبص
بص حواليه، ومن بعدها بص لمروان وقال له انا داخل انام يا ولدي، اوضه ستك الله يرحمها نظيفه، خلي اصحابك يباتوا فيها، بس خلص قعدتكم الاول وخش ناموا، بس ولا تروحوا هنه ولا هنه قدام النار وما تتعتحوش. ومن بعدها سابنا عم حمدي ودخل البيت. وقتها احنا التلاتة كنا باصين لمروان وساكتين، لحد ما هو بقى قايل له يا اسطى ولا حكى ابوك ده كله حقيقي ولا بيشتغلنا؟ مروان في اللحظه دي بص له شويه، ومن بعدها قام قايل له كل حرف سمعتوه دلوقتي من ابويا يا رجاله كله حقيقي. عرفتوا بقى انا جايبكم معايا هنا ليه؟ لان عارفكم انتوا التلاتة كويس بتحبوا الاجواء دي زي عينيكم. فانا وقتها قمت باصص لابو الحسن وهوبا كده، وقمت قايل لمروان بنحبها بس ده احنا بنعشقها كمان. فمروان قال لنا طب يلا بقى كفايه علينا كده، نطفي النار ونخش ننام، الساعه وصلت 12 وقعدتنا هنا مش هتنفع في الشارع رجاله الصراحه. فابو الحسن بص له كده وقال له انت عايزنا ننام دلوقتي؟ طب ازاي يا اسطى؟ ده النجع عندكم هنا هيبدا يحلو من الوقت ده، ادينا قاعدين يا عم. فمروان بص له كده وقال له قاعدين عادي. فلقيت هوبا مره واحده كده قام من مكانه وهو بيقول طيب عندي فكره احلى، ما تيجي نطفي النار دي ونقوم كده نتمشى شويه حوالينا في النجع، وانت يا عم مروان ابوك نام خلاص ومش هيقدر بينا. مروان في اللحظه دي تردد شويه، ومن بعدها بص لنا كده وقال لنا طيب خلاص يلا بينا. وقمنا فعلا مروين احنا الاربعه وطفينا النار، ومن بعدها اخدنا تليفوناتنا في ايدينا واتحركنا، وقلنا لمروان تعالى مشينا كده نواحي مدرسه البنات شويه. مروان بص لنا كده وقال لنا ليه يعني مدرسه البنات؟ فهو بقى قايل له يا عم يلا بينا بس خلينا نتسلى حبه. وسحبناه احنا التلاتة وابتدينا نتحرك في الشارع بتاعهم. فضلنا ماشيين احنا الاربعه بالراحه وسط العتمه دي وبنحكي لحد ما وصلنا عند سور مدرسه البنات. فابو الحسن في اللحظه دي بص للسور كده، بعدها عدل وشه عليا وقال لي هو انتوا دخلتوا منين يا ملواني؟ مروان في اللحظه دي قال له انت بتسال ليه؟ ابو الحسن قام قايل له بسال يا اسطى عادي يعني ما اسالش. مروان بص له كده بتبريئه وقال له لا ما تسالش، احنا قاعدين بنتمشى وخلصنا، ومد شويه خلينا نتحرك من هنا علشان وقفتنا هنا في الوقت ده ما تنفعش. فهو في اللحظه دي سابنا وابتدى يروح ناحيه السور وقرب منه قوي، وهو بيقول اهدى كده عم مروان خلينا نشوف اخره الدنيا دي ايه. وراح ناحيه فتحه كده كانت متواجده في السور وابتدى يبص منها، ومن بعدها ملافف وشه ناحيتنا كده وقال لنا انا مش شايف حاجه، الدنيا كحل تماما جوه. فمروان وقتها اتوتر وقال له طب معلش ممكن تقرب هنا خلينا جنب بعض. فلقيت ابو الحسن سابنا كده انا ومروان وراح ناحيه هوبا عند السور وقال له ورينا كده خلينا نشوف ايه اللي جوه. وابتدى هو كمان يبص من الفتحه الصغيره اللي في السور اللي جوه المدرسه. مروان في اللحظه دي بص لي كده وهو متضايق وقال لي ملواني لم العيال بالله عليك مش عايزين يحصل لنا حاجه، لان انا مش عايز مشاكل مع ابويا. فلقيت ابو الحسن في اللحظه دي جه ناحيتنا وهو بيضحك كده وبيقول انت بذمتك يا مروان خايف من ابوك ولا خايف من المدرسه؟ فمروان في اللحظه دي بص له كده وقال له بقول لك يا ابو الحسن ما تعصبنيش انا مجنون والله ممكن ادخل لك المدرسه دي دلوقتي لوحدي. فابو الحسن قام قايل له كداب يا اسطى والخوف باين في عينيك. فمروان قام قايل له طب يا اسطى تراهني دلوقتي ان انا ادخل قصادك؟ فابو الحسن قام قايل له اراهنك يا عم على اللي انت عايزه. الاجواء شدت يا مروقين ما بين العيال وقتها، وانا ابتديت اهدي فيهم واقول لهم اهدوا بلاش الحماس ده، علشان القى في لحظتها هو جاي علينا من ناحيه السور وهو بيقول طب اهدوا كده يا رجاله فكوكوا بس من شغل المراهنات والحرام ده، ايه رايكم في فكره احسن من اللي انتوا بتهروا فيه ده؟ الكل في لحظتها بص لهوبا كده وسكت. فهوبا وقتها انباصص في اتجاه سور مدرسه البنات وقال احنا هندخل كلنا بربطه المعلم دلوقتي ونتحدى بعضنا مين فينا يقدر يكمل لوش الصبح جوه. وقتها مروقين الكل سكت حرفيا، وهوبا باصص لنا كده وهو بيقول لنا ها قلتوا ايه؟ فانا وقتها قمت باصص لمروان وابو الحسن كده، والاجواء زادت حماس بينا احنا الاربعه واحنا واقفين قصاد سور مدرسه البنات في الوقت المتاخر ده. وفجاه السهرة خلصت، وهسيبكم بفضلكم تفكروا انتوا في الكومنتات احنا قررنا ايه وميعادنا سهرة الخميس الجاي، وهنشوف بقى ايه اللي حصل لنا. تتوقعوا بقى احنا دخلنا وقبلنا تحدي هوبا ولا لا؟ يلا بقى لايككم الرايق على الفيديو ده بصبعكم الصغير تحت علشان نوصل لاكبر عدد من اللايكات المرات، وقولوا لي صحيح لاحظتوا البتاع دي ظهرت امتى في السهرة النهارده ولا لا؟ ويلا بقى اشوفكم على خير في سهرة خميس جديدة. سلام.